الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أبو بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم، قال ثانيا: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شارح هذه الوصية: من أهم ما يجب وهو أن يكون الإنسان على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها. كذلك عليك أيها الطالب أن تترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يغلق طريق الصواب، فإنهما يحملان المرء على أن يتكلم لينتصر لنفسه، حتى لو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستكره انتصارا لنفسه وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء حين يكون الحق واضحا ولكنه لم يتبعه، ففر منه فرارك من الأسد، وقل: ليس عندي إلا ما ذكرته لك من الحق. كذلك الخوض في علم الكلام مضيعة للوقت، لأنه متعلق بأشياء هي من أوضح الأشياء. وقد مر علي في تدريس بعض الطلبة من يسأل ويقول: ما هو العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا؟ والعقل معنى واضح لا يحتاج إلى تعريف، لكن علم الكلام أدخل علينا هذه الأشياء، وأهل الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي السهل الميسر بما يوردونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيرها. وانظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين، أو في كتابه نقض المنطق، وهو مختصر واضح لطالب العلم، وفيهما بيان ما هم عليه من الضلال. وعلم الكلام هو الذي حمل علماء جهابذة على أن يسلكوا باب التأويل في باب الصفات، فيقول أهل الكلام: لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستويا على العرش حقيقة لزم أن يكون محدودا، ولو كان يرى لزم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لزم أن يكون جسما، وهلم جرا من هذا الكلام الذي يضل وهم يظنون أنهم يهدونك سواء السبيل. فمن المهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراء، ويترك ما يرد على ذهنه من الإيرادات، وأن لا يتنطع، بل يجعل علمه سهلا ميسرا. فهذا الأعرابي يجيء ببعيره يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل الدين وينصرف دون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان ويجلب الآثام ويصد عن الشرع. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: قال الذهبي رحمه الله: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يعني بالرجل الدارقطني رحمه الله، فهو يبغض علم الكلام مع أنه لم يدخل فيه لما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك لما هو متيقن وإرباك للأفكار وهجر للآثار، ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في أواخر حياتهم
بأنهم يتمنون الموت على دين العجائز ورجعوا إلى الفطرة الأولى. قال شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع وصدق رحمه الله. فهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من المتوسطين الذين هم في عرض الطريق، لأنهم يرون أنهم دخلوا في العلم فلا يتركونه لغيرهم، وهم في الحقيقة لم يبلغوا غاية العلم والرسوخ فيه، فيضلون ويضلون. لهذا فعلم الكلام خطير، لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى 3 أقسام. أولا قسم أقره العقل، فهذا يقر بدلالة العقل لا بدلالة السمع. ثانيا قسم نفاه العقل، فيجب نفيه دون تردد، لأن العقل نفاه، ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا من أجله الكتاب والسنة، وهذا لا يمكن. ثالثا وقسم ثالث، وهو ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته، فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل فإنه يرده، لأن العقل لم يثبته. ومن قال إن من شرط قبوله أن لا يرده العقل قال إنه يقبل، وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرط إثباته أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف وقال إذا لم يثبته العقل ولم ينفه فالواجب علينا أن نتوقف. وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ضلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتكبوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام والعياذ بالله، وهم يترددون: هل الله جوهر أو عرض؟ هل هو قائم بنفسه أو بغيره؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ هكذا عند الموت، فيموت وهو شاك. نسأل الله السلامة والعافية، آمين. قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف، فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، واستدل لذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات جاءنا الفلاسفة وقالوا أنتم جهال، نحن الذين عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا، ومعلوم أن وجود معنى للنص خير من التوقف فيه. ومن الضلال قولهم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فسبحان الله، كيف يكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليست بأسلم؟ هذا تناقض عظيم. ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، جعلنا الله وإياكم على هذه الطريق، آمين.
انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن مما يلزم من حث الطلبة على منهج السلف رحمهم الله دفعهم إلى معرفة منهجهم بمطالعة الكتب المؤلفة في هذا كسير أعلام النبلاء وغيره، حتى نعرف طريقهم ونسلك ذلك المنهج القويم. أما أن يقال اتبع السلف ولا ندري ماذا يقولون فهذا نقص بلا شك. انتهى كلامه رحمه الله. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.